فصل في ممازحة الإخوان. المزح والدعابة من شيم الصحابة، فإنه في الخلق عنوان حسن الخلق، تولي به السرورا خليلك المسطورا. فامزح مزاح من قصط، وكن على حد الوسط، واجتنب الإيحاشا ولا تكن فحاشا. فالفحش في المزاح ضرب من التلاحي، يجر للسخيمة والظنة الوخيمة، وجانب الإكثارا وحاذر العثارا. فكثرة الدعابة تذهب بالمهابة، وعثرة اللسان توقع بالإنسان. واحمل مزاح الإخوة وخل عنك النخوة. فالبسط في المصاحبة يفضي إلى المداعبة، وإن سمعت نادرة فلا تفه ببادرة. لا تغضبن فالغضب في المزح من سوء الأدب. وانظر إلى المقام وقائل الكلام، فإن يكن وليا مصاحبا صفيا، فقوله وإن نبا هو الولاء المجتبى. وإن يكن عدوا مكاشحا مجفوا، فقوله وإن حلا هو البلاء المجتلى. ألا ترى للعرب تقول عند العجب، قاتله الله، ولا تقول ذاك عن قلا.